حكيم زياش يغادر معسكر الأسود بعد اجتماع الأقجع بالركراكي، ومنظمة العفو الدولية تهدد بسحب كأس العالم من المغرب. الإخوان السلام عليكم، نهار مبروك، يحييكم أخوكم طارق حجاب في حلقة جديدة وفي مواضيع جديدة. خليكم مع نهاية الحلقة التي ستكون غنية مفصلة بحول الله، ونبدأ على بركة الله. كثر اللغط حول زياش وكذلك النصيري، لكن خصوصا زياش لأنه كان هناك نقاش ولغط وجدل حول تصرفاته وكذلك حول مستواه. من بعد المباراة الأخيرة ضد زامبيا طبعا انتصرنا كل شيء، لكن هناك نقاشات وهناك كلام. من بعد ما حدث شفنا كيفاش خرج زياش، خرج غاضب بواحد الطريقة اللي انتقدها الكثيرون، يعني الطريقة باش تصرف طريقة فيها غضب، فيها عدم احترام للمدرب، عدم احترام للفريق الوطني، فيها عدم احترام للمستوى ديالو هو، بزاف ديال الأمور. إذا هنا تفتحت عدة أقواس الإخوان، وجزاكم الله خيرا. خصنا نوضحوا واحد المسألة، خصنا نحاولوا نجردوا من العاطفة. ملي نكونوا كنهضروا على المنتخب الوطني المغربي كنهضروا على حاجة اللي هي كتهمنا كاملين، غير باش نكونوا واضحين. هذا الكلام راه ما فيه انتقاص لحتى شي واحد، هادشي اللي غادي نقولوا ما عندنا هدف باش نمسوا شي شخص ولا شي طرف، ولكن في نفس الوقت خصنا نحاولوا نحافظوا على المكانه والسمعه ديال المنتخب الوطني المغربي، ونعرفوا واحد الفكره، هو انه ما كاينش شي حاجه اللي كبر من المنتخب الوطني المغربي. ما كاينش شي واحد كيف ما بغى يكون، ما كاينش شي واحد كبر من المنتخب الوطني المغربي. كلنا خدامين من اجل، يعني كنهضر على الاسره الكرويه، من اجل المنتخب الوطني المغربي. طبعا هنا خصنا نشوفوا واحد الشخصيه اللي حاسمه وحازمه. من بعد المباراه غادي يجتمع السيد فوزي القجع والركراكي ومع زياش والنصيري في اطار المحاوله ديال تهدئه يعني الامور وتعزيز الروح الجماعيه والتماسك داخل المنتخب الوطني المغربي. يعني السيد فوزي القجع انا باش كيعجبني كيدخل بواحد الطريقه اللي هي يعني لبقه وذكيه وحاسمه في نفس الوقت. يعني الرئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم خصو يكون عنده وزن ويكون عنده قيمه ويكون عنده هيبه. هذه مساله اللي هي جد مهمه. يعني تدخل دار معهم اجتماع بالاربعه مع الثلاثه الاخرين اللي الركراكي واللاعبين زياش وحكيمي، ناقش معهم وطلب منهم، قال ماشي لا يخدم الفريق ولا يخدم لا مصلحه الفريق ولا اي شيء. طلب توضيحات حول التصرفات، وطلب من اللاعبين تهدئه الاوضاع ومنع التوترات اللي غتاثر سلبا على اجواء وروح الفريق، باش نتجنبوا واحد القضيه كانت وقعت ديال خليل لوزيتش. كان وقع شي مع اغفي غناغ، وقع مع خليل لوزيتش. خليل لوزيتش بغض النظر على المستوى ديالو داكشي، انا شخصيا لا يعجبني كمدرب، هذا رايي ديالي كمواطن. انا ما حيدتو ما جبتو وما عنديش صلاحيه، غير كنقول رايي ديالي كمواطن. انا ما كيعجبنيش خليل لوزيتش لا اسلوب اللعب ديالو ولا طريقته ولا والو، ولكن واحد النقطه كان عنده فيها الحق، نقطه واحده انا كنقول لك ما عنديش معاه باش نكونوا واضحين، باش ما تسماش راه كندافع عليه ولا، لكن واحد النقطه كان قالها هو انذاك، قال لك اودي حتى واحد ما كبر من المنتخب المغربي. قال لك حنا عندنا هدف، بغينا نوصلوا لواحد المستوى رغم انه ما وصل حتى شي حاجه قبل الهضره، ولكن على الاقل الفكره. انا كنهضر معك على الفكره في حد ذاتها. قال لك اودي حنا راه خصنا كلنا نكونوا متلاحمين وكذا، ويبغي يلعب زياش ولا ماشي زياش كذا. هنا تستعملت العاطفه عند المغاربه، تستعملت العاطفه وكل شيء لا زياش لا كذا لا كذا. الاخوان الا كنتي كتختزل المنتخب الوطني المغربي في زياش ولا في حكيمي ولا في النصيري ولا في عطيه الله ولا في مزراوي ولا في اي واحد كيف ما بغى يكون، راك مخطئ. ولا في الركراكي بنفسه ولا في السي فوزي القجع بنفسه. يلا، المنتخب الوطني المغربي ما هو حتى واحد من هادشي. المنتخب المغربي هو منظومه كتيبه، وهادو كلهم ما هما الا جنود، كل واحد عنده الرتبه ديالو وعنده الدرجه ديالو. هكا خصك تشوف الامور، يعني هو كبر منا كاملين المنتخب الوطني المغربي. ما نديروش ديك الغلط، لا زياش ولا حكيمي ولا فلان ولا علان ولا، ما يمكنناش نديروا هذه القضيه هذا هو اكبر خطا. يعني هنا القجع تدخل بواحد الطريقه اللي هي لبقه، قال لك اودي باش نتجنبوا نفس السيناريوهات اللي وقعت مع غافي غناغ ومع خصوصا مع خليل لوزيتش. هنا خصنا نفهموا واحد الحاجه الاخوان، ملي كنرجعوا الركراكي شنو دار؟ الركراكي قام بتغييرات. هذا يعني هو اطار وطني، راه كنهضروا على مدرب، راه المدير الفني ديال الفريق، المدير التقني راه عنده الحق باش انه يدخل ويخرج. المشكله هنا انه هنا كاين واحد اش غنقول لك، كاين واحد اللبس كبير جدا، وكاين انه ما كايناش شخصيه. حنا غنرجعوا لها، لان من بعد هادشي هذا خرجت دابا، يعني خرجت اخبار تتقول انه زياش غادر المعسكر ديال الاسود، مشى بحال قال ما بقيتش غنلعب لكم هنا في المنتخب. هذا هو الكلام اللي تقال. قال لك بسبب التوتر في الاجواء وبين اللاعبين وبين الطاقم الفني وكذا.
هذه في حد ذاتها مشكله. طبعا اقول الاخبار، لكن من بعد خرج زياش، صحيح انه كان غاضبا وغادر وشفنا كلشي تفرجنا فيه، لكن قال لك شي ماشي واحد الفتره معينه بحال غبر ما بقاش بغى يهضر مع الفريق ولا شنو، ربما هذه الطريقه ديالو. كاين اللي كتجي كيقول بغيت نطلع العظام بغيت نهضر مع حتى شي واحد ربما، لكن من بعد خرج ونفى الامر من فهاد الشائعات، قال لك هذه مجرد شائعات، انا كنت غاضب وكذا، ولكن انا راه ما مشيت من الفريق ما حتى شي حاجه، انا باقي في المعسكر ديال الاسود. يعني حاب باش نوضحوا الامور ونجاوبوا على هذه الشائعات. قال لك ان هذه كلها اخبار شائعه تتداول، هي لا اسر من الصحه. والبارح تدرب مع المنتخب الوطني المغربي من ادرار استعدادا لمباراه الكونغو. يعني الامور لحد الساعه مضبوطه، لكن الاخوان ما يمكنناش نعتبروا ان الامور مضبوطه 100%. لماذا؟ لان ما حدث من طرف هذين اللاعبين لا زياش ولا النصيري، مع كامل احترامي الشديد لهما، انا ما عندي معهم حتى شي حاجه ضدهم، بالعكس لاعبين كبار اللي كنحترمهم وكنقدرهم، ويعني وساهموا في التقدم ديال الفريق الوطني المنتخب الوطني المغربي، ماشي كننتقصوا منهم، ولكن لكل مقام مقال. هادشي خصنا نهضروا فيه. الاشكال فينا هو الاشكال ماشي في هادشي اللي وقع، الاشكال في اللي غيوقع دابا، لانه ولات خدات العاده ديال انه اي لاعب نخرجوه يضرب في القرع ويضرب في ليكوطاس وبدا يعير وبدا يسب، هنا غتولي عندنا اشكاليه. هذاك الركراكي غنحطو حاطينه تماك ما عنده حتى شي دور. حنا الركراكي عندنا مدرب. حنا غنرجع معاك لواحد النقطه، طبعا الاخوه اللي متبعين مثلا كره القدم وخصوصا فريق الريال كيعرفوا واحد النقطه. الى دزتي دابا الريال مدريد، واحد من انجح المدربين اللي كان، من انجح اقول، ماشي هو رقم واحد ماشي الثاني وماشي، ولكن تنقولوا ماشي هو الاخر، ولكن من انجح، من نخبه ديال الناجحين، الا ما تعتبرش هو الناجح واللي حقق انجازات ما حققها حتى شي واحد، هو زيدان. زيدان شنو هو الدور اللي كان عنده؟ شنو هي القوه اللي كانت عند زيدان؟ رغم انه زيدان دوز فتره مع الريال مدريد، دابا من انجح ومن اقوى المدربين في العالم، مشى دخل بحال قال لك بقيتش بغيت ندرب حتى شي واحد. عرفت شحال ديال الملايير كيخسر ديال الفلوس كتضيع عليه، فروق كبيره كتهافت عليه، ما بغاش يمشي. ولكن ملي غنرجعوا للقوه ديال زيدان شنو هي؟ زيدان ملي كان مدرب، زيدان فاش كان كيهضر كيعاودوا على الهيبه والصرامه اللي كانت عنده واحد الهيبه تاريخيه ما كان عمر كانت عند شي مدرب. زيدان غير اون فوا تيقول لهم غنهضروا ولا غيونيون كلشي كيسكت، كان انضباط كلهم من اغلى لاعب في العالم اللي كان معاهم كريستيانو رونالدو انذاك وكذا، ما كيهضر حتى واحد، ما كيهضر، كلشي كيحضر راسو كيسكت. راه زيدان اللي كيهضر معاك هذا، خصك تسمع ليه وتصنت، وانا اللي كنقول كاش دير. ما عمر شي واحد ما عطاه هذه الفرصه ونجح وضرب 3 ديال الشامبيونز ليغ متابعين اللي ما ضربها حتى واحد في التاريخ ما عمر كانت ولن تكرر ربما القرون، الا كانت غتكرر. متابعين 3 ديال الشامبيونز ليغ ضربهم بوحده هو. هذا واحد من اهم النقط ديال القوه اللي عنده، هي الصرامه. وانا اقول لك بصراحه، وكنظن ان الاغلبيه غيتفقوا واللي ما اتفقش طبعا هذا حقه وهذا رايه، مع كامل احترامنا الشديد. المشكل ديال الركراكي عنده مشكل ديال الشخصيه، انا شخصيته ما قويش بزاف، ماشي صارم. ديك النهار تيبرر تيقول لهم انا ما نظلم حتى واحد والله كيشوف اش نظلم، شي ما فيش الظلم. ملي كنخرجك انا كمدرب كنقول لك خرج لانني كنشوف التكتيك ديالك. المشكل اللي وقع هنا حنا ما تنعترفوش، ما تنقولوش انا ما تنعترفوش بك كلاعب كبير، راك لاعب كبير والا ما غتكونش في المنتخب الوطني المغربي، ما غيعيطش عليك اصلا. مادام المدرب قال لك اجي واستدعاك في اللائحه فكيعترف بالقوه ديالك وبالوزن ديالك. لكن التكتيك ديال هذه المباراه ماشي هو التكتيك ديال المباراه الماضيه وماشي هو التكتيك ديال المباراه المقبله. علاش عندنا مدرب ما نحيدو حنا المدرب كاع نخليو اللعابه يلعبوا راسهم؟ لكن لا، هنا كاين اشكاليه. الركراكي ماشي صارم وماشي حاسم وما عندوش شخصيه اللي هي قويه، ماشي واحد اللي فرض الحضور ديالو. ودابا المشكله انه لما وقع هذا المشكل، علاش وقع لانه بدلهم، دخل الكعبي ودخل سفيان الرحيمي. على مال الكعبي تا هو الرحيمي ماشي لاعبين في المنظومه ديالنا، علاش خصك تلعب انت وهذا ما يلعبش ولا شنو؟ راه هما لاعبين كبار وحقوا القاب وحقوا اهداف وحقوا كذا وخصهم يلعبوا، ماشي هو كيلعبوا ارضاء لهم خصهم يلعبوا، لا خصهم يتوظفوا في المنظومه، وهذا ما فعله الركراكي. يعني الركراكي على الاقل نحترموا للتاريخ ديالو، نحترموا انه المدرب ديال المنتخب الوطني المغربي، ونحترموا على ان قراراته كتسود، هو اللي كيقرر. كاين شي واحد يقدر يقول لي هكاك، شتي ستيف وزير القجع ما عندوش الحق يقول له دخل هذا ولا خرج هذا، في اطار المشاوره تيقولها ليه، ولكن ما عندوش الحق يدخل لي، لان القرار ملي كنعطيك انا واحد القرار، كنعطيك واحد السلطه بين يديك وكنحط لك مسؤوليه، راك انت كتحمل المسؤوليه ديال ان ربحنا ولا خسرنا. فبالتالي علاش ملي يكون الفشل نحملك المسؤوليه، وملي يكون يعني ان ننتصروا ما نحملكش المسؤوليه او ما نتحملش انا المسؤوليه امامك؟ هذا هو الفرق. الركراكي خرج اش دار؟ بدا كيبرر، دار واحد الخطا، اعتبر ان رده فعل اللاعبين عاديه، قال وان غضبهما يعكس رغبتهما في المشاركه والتنافس،
ولكنه برر هنا لحد الساعه هذه لهنا نقدر ندوزها، نقدر نقول ربما في اطار انه ما يخلقش تشنجات توترات، ما يحبطش اللاعبين، ما يضغطش بزاف على اللاعبين، يخليهم مستعدين للمباريات المقبله، نقدر هذه حتى لهنا بدات شخصيا ندوزها باش غير هذا الماء. لكن ما دون ذلك هالخطا اللي ارتكب الركراكي في نظري الشخصي، دار واحد الخطا اللي هو كبير، قال لك ولكن انا راه زياش راه ما خرجش الا حيت عنده الاصابه. هنا كاين خطا، هذا هو الخطا. انت ملي كتولي تقول لزياش انني ما نخرجك غير حيت عندك الاصابه، يعني انه زياش وليتي كتقول لي انت راه ما كاين حتى واحد اللي يخرجك الا اللي عندك الاصابه، حنا خصنا نبداو نقلبوا لك الاعذار والمبررات باش نخرجوك. وكنعاودوا نقولوا راه حتى واحد مكبر من الفريق، ما كاينش واحد كبر من الفريق. زياش انت بصفتك مدرب كتدخلوا فوقاش من انت ارتئيتي ان التكتيك ديالك والاستراتيجيه باش بغيت تلعب تستدعي حضور لاعب زياش او غيره، وكتخرجوا فوقاش ما ارتئيت غير ذلك. هذه قاعده عامه، هذه قاعده عامه، سول اي مدرب في العالم ماشي اللي غادي يقول لك. المدرب القرارات ديالو ما خصهاش تناقش من طرف اللاعبين، المدرب القرارات ديالو علاش واخا حنا علاش بغينا نبداو نقولوا لي دخل زياش ودخل كذا ولا تخرج شي كذا، يعني حنا نقولوا له شنو يدير، وفي نفس الوقت النتيجه هو يتسال عليها. الى ربح هوايه ولا شي حاجه وكان داكشي مزيان، لا وراه حنا قلنا لي دخل زياش حيت ما خرج زياش ولا خدا قرار. حنا يقدر الركراكي كان يقدر يجاوب بطريقه سهله وبسيطه. شفتي الركراكي شخصيا انا كيبان لي انه كان هذيك الندوه الصحفي ذاك الهجوم الصحفي اللي داروا عليه وداك الشيء كامل وبداو يعني كيضغطوا عليه. الركراكي انا اقول له ونتمنى يسمع الكلام، الركراكي انا لو كنت مكانه نجي نقول لهم خلي سيطر، الهدف تشع على بونو وكذا وكذا وكذا، ودرتي ودخلتي زياش درا ساليتي زيد. انا هو المدرب وانا اللي كنقرر بحسب جوج لواحد جوج ثلاثه ديال النقاط سالينا، ماشي شغلكم بالطريقه اللي لعب، الطريقه اللي كتخصني انا اللي كنقرر، انا هو المدرب وانا اللي كنقرر كيفاش نلعب. الجماهير كتسنى الكؤوس باش كتسدى، الالقاب باش كتسدى، التاهل كاس العالم ولا كاس افريقيا في حاله اخرى ولا باش كيمشي بالنتائج ولا باش شكون لعب ولا شكون دخل وشكون خرج وشكون هذه ولا الهدف اللي سمارك على بونو ولا كذا، باش كيمشي بالنتائج. النتيجه حقق جوج لواحد سالينا. باقي عندك شي ما تضيف؟ لا يلا السلام عليكم عندي نمشي نتعشى بحال هكا غندير لهم صراحه، لانه ما كانش واحد النقاش اللي هو يعني نقاش محلي، كان نقاشا عقيما. الهدف منه هو انه بغينا نشدوا وليد الركراكي. كنعاود نقولها وليد الركراكي له من الاخطاء اللي حنا كنتقدوهم وعندنا شجاعه باش ننتقدوهم في اطار الاحترام والتقدير لهذا السيد، لانه راجل كبير في القيمه ماشي في السن، راه باقي صغير، كنقولوا رجل كبير في القيمه يعني في الوزن ديالو. لكن الركراكي ما خصناش نتهجموا عليه بالطريقه هذه، ما خصناش نردوا منه دميه نبداو نقولوا فيه اللي بغينا هو يدير داكشي اللي بغينا حنا، والنتائج نطلبوا منه نتائج اللي هي سحريه. هذا هو الخطا. فالان كنقولوا انه الحمد لله الامور راه تحت السيطره. قال لك راه مزياش ما مشى بحالته ما والو، رغم انه بغى يمشي، اي واحد بغى يمشي من المنتخب هذا كيبقى شانه. وكنعاود نقولها، المنتخب الوطني المغربي والله هو يكون يلعب فيه الوالد ديالي ولد الله شافيه كنهضروا، يكون لعب فيه الوالد ديالي نقول هذا الكلام، ماشي هذا كلام ضد زياش ولا ضد فلان ولا علان، بصفه عامه يكون يلعب فيه اي واحد كيف ما بغى يكون، ما تيهمناش. المنتخب الوطني المغربي اولا واخيرا. دوزو لواحد الخبر عنده علاقه دائما بكره القدم. حنا غنولوا في الاستهداف، غنولوا في المؤامرات، وغنولوا في كذا. وانا كنعتذر وكنتمنى ما ننفعلش، لان بحال هادشي شويه كيعصبني علاش؟ لان كنشوف بعض الاطراف كتدخل. كاس العالم ديال 2030 باقي الطريق ان شاء الله طويله، باقي واحد 6 سنين. المغرب خدام الاوراش المخططات، السي فوزي القشع كيتقاتل، يعني اللجنه كلشي كيتقاتل. الحمد لله الامور غادا طيبه لحد الساعه، الاستثمارات اللي كنجلبوا كلشي جميل، العالم كله كيهضر على المغرب. اللهم لك الحمد، اللهم اديم نعمه واحفظها من الزوال. واخا سيدي بداو دوك صحاب المناورات او اللي تنقولوا بالدارجه كنبداو نهضروا صحاب النوار، غيبداو صحاب النوار. خرجت ديك امنيستي انترناشونال، وقلت لكم من قبل ان امنيستي انترناشونال وهيومان رايتس واتش اكره منظمتين اكرههما على وجه الارض. اكره علاش؟ كنعرفوا من اللي تعاملت معهم بطريقه شخصيه، وخصوصا هاد امنيستي انترناشونال اسوء وافظع واكره واحقر واحقد منظم وافسد منظمه في العالم هي الامنيستي انترناشونال. هذا الكلام تنقولوا تنتحمل المسؤوليه ديالي، لاني تعاملت معهم بطريقه شخصيه وكنعرفهم مزيان، ماشي كنهضر باش نهضر. ناضوا سيدي دابا قال لك غيجيو عند المغرب، بداو تيناوروا تيهدوا المغرب بسحب المونديال من المغرب ديال 2030. يعني المغرب ما غاديش يبقى يعني في اللائحه ديال اللي عنده حقوق الاستضافه ديال المونديال. علاش؟ قال لك كيطالبوا بالغاء تجريم المثليه في المغرب او سحب المونديال ديال 2030، يعني كاين الابتزاز.
والا تحت طائله قال لك الغاء حقوق استضافه المونديال في حاله عدم استجابه المغرب. دابا كتبوا للفيفا وكيضغطوا عليها، قال لها يا اما تفرضي على المغرب انه يلغي هذه النقطه هذه يعني تجريم المثليه، او انه تسحبوا منه، عطاهم خيار زعما. وطالبوا كذلك، دابا ما بقيناش هنا، زدنا حوايج اخرين. قال لك اسيدي طالبوا بالغاء تجريم انتقاد النظام الملكي والجيش والتشكيك في مغربيه الصحراء. زيد قال لك يا سيدي وطالبوا عاوتاني باش المغرب يدير اصلاحات قانونيه في مجال حقوق العمال والتمييز والسكن وحريه التعبير. وما تبقاوش ديروا خصو نهار الجمعه، هذه نساوها فلتات اليوم، هذه مهمه كانوا خصهم يديروها. وما تبقاوش ديروا خصو نهار الجمعه، حتى هي كانوا خصهم يديروها. انا كيبان لي هذه ما عرفت كيفاش شي واحد ما قالش لهم خصكم تتصلوا بهم الاخوان. قول ما فلتات لكم واحد الحاجه. اولا وقبل كل شيء، لما كنجيو لهذه المنظمه البائسه هاد امنيستي انترناشونال، انا اقول لك المعامله اللي كانت، غنقول لك شنو هي المعامله اللي كانت عندي معاهم نوعا ما، لاني دخلت على شي حد في يعني لصالح شي حد، مثلت شي حد، لان كان واحد الظرف هذه تقريبا واحد 13 سنه تقريبا، كان واحد المشكل اللي كبير جدا، مشكل اللي ديال حقوق الانسان وديال الاعتداءات وديال كذا وديال كذا في واحد الدوله من الدول ديال امريكا اللاتينيه. كنت كنقيم تماك انا ذاك، ملي كندخل كنت كنناقش معاهم وكنمشي عندهم، كنجلس عندهم مكتب تما، كنجلس معاهم تيخرج لي محامي ديالهم زعما محامون وناس، تقول انت هادو الناس كاسين وكي تقول انت هادو الناس واصلين في المستوى كذا. ملي كيبدا يهضر معاك كتلقى عندهم واحد سميتو، كانت ديك الساعه كانت يلاه كان ديك الفتره اللي كان فيها الربيع العربي، وكانت واحد خيتي ديك سميتها توكل كرمان اللي عرفتوها ديال اليمن. خرجت السيده ما يا ربي تسمع لي، المهم قالت لك اسيدي راه اغتصبوها في اليمن وداروا لها وجعلوا ان النظام ديال علي عبد الله صالح ولا متابعينه قال لك انه هو اللي اغتصبها وانه دار وانه دار. شي حوايج جابوهم وردوا منها نشيطه وردوا منها بطاله وردوا منها كذا وكذا، وقال لك لا لان قيل لها كلاما جارحا. هاد السيده قال لها شي كلام جارح واثر لها على النفسيه ديالها وكذا. في حين انني لما كنت مشيت انا على الواقع اللي كنهضر عليها، كانت هي واقع اللي فيها عنف وفيها اختطاف وفيها ضرب وفيها بزاف ديال الحوايج، فيها عنف خطير جدا، فهذاك الشيء كبير بزاف. علاش كنت انا دخلت لواحد الناس، واحد العائله كان عندهم واحد المشكل، كنلقى ان دوك الناس هذا الامر لا يعيرونه اهتماما. فناقشت مع واحد من المحامين الكبار ديالهم، قلت له ودي زعما هذه المساله هذه انتم كتشوفوا ان عجبت لي قضيه توكل كرمان؟ قال لي طبعا الجانب النفساني هي ما غتبقاش الناس كيضر معايا بحال هكا، لا الجانب النفساني وكيدير العيني بحال هكا، عرفتي دوك المنافقين دوك وجوه الشر. لا ما حنا ما النوم راه حريه ديال الانسان، راه حقوق. قلت له هذوك الناس اللي عندهم اختطاف وعندهم احتجاز وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا وعندهم كذا، انا احتراما لبعض الخصوصيات ديال بعض الناس ما بغيتش نذكر الحيثيات. المهم كيفاش القضيه سميتو؟ قال لي لا هذه مساله عاديه، يمشيو عند البوليس يديروا شكايه. قلت لي يمشيو عند البوليس يديروا شكايه؟ قلت لي يعني هذا امر جلل يدخل فيه عائله لك ودخل فيه قاصرين ودخل فيه ودخل فيه ودخل فيه، كيبان لك انت تمشيو ديروا شكايه، وهذه مدخلين فيها منوضين دايرين زيطه وزنبليطه. وراسلتهم المراسلات مثلا عندي بزاف ديال الحوايج باش نقول لك، وناقشت معاهم وصلت معاهم يعني تما اعلى رتبه عندهم، تما جلست معاه وناقشت معاه واحد تقول انت هذا هو سميتو افسد واوسخ وكنتحمل مسؤوليتي منظمه في العالميه هذه مزيان. دابا جيتوا للمغرب قال لك اسيدي كنطالبوا بالغاء التجريم المثليه. واخا وما قولكم في انكار المحرقه في اوروبا مثلا. يعني دابا غير سؤال عفوا تيقول لك اسيدي انك لن تقتل من النظام الملكي. انتقاد النظام الملكي، انا ما عمري ما سمعت شي واحد دخل الحبس من اجل انتقاد النظام الملكي. غتقول لي هو اللي انت معايش في المغرب؟ لا سيدي، انا عايش في المغرب وعارف المغرب وكنعرف المغرب وانا ولد المغرب وزيد في المغرب ودمي وروحي مغربي. ولكن انتقاد النظام الملكي ماشي، كاين انتقاد وكاين السب ديال النظام الملكي. انتقادات كتضل في الصحف وفي الجرايد دابا حل تقراه تلقاه. ولكن نحن لا نتحدث عن انتقاد شيء، ولكن ملي كيجي واحد وكيبدا يسب وكيبدا يستهزأ وكيبدا يمس في الشخص ديال امير المؤمنين، اش غنقولوا ليه؟ ما تبقاش تعاود، لا خصو لازم. نعم لان كاين حاجه سميتها التوقير. انت تعايرتي مع خوك واش هو عايرتي باك، هذا مثال بسيط حنا باش ما نكبروش الموضوع. تعايرتي مع خوك، تزايدتي مع اختك، مع بنت مع اختها، تخاصموا على شي حاجه وتعايروا، واش هي عايرتي امك ولا عايرتي باك ولا عايرتي جدك ولا جدك؟ لا، المقامات الناس مقامات. عايرتي ولدك دوز جلسه ولد الحرام دوز هذيك الكلام تنقول واخا ما كنحملش هذا الكلام، قلنا كدوز
قلتيها لخوك كتولي اكثر حده لانه ولدك راه تحت منك. قلتيها لخوك كتولي اكثر حده، واخوك تقول لي سير ولد الحرام شويه كتبدا من غير عندكم واحد العلاقه مضاصرين بزاف، تقدر تقولها لباك مثلا. كيبان لي انا مره واضح بلا ما نبقاو نهضروا فيه بزاف. يعني هنا شنو الهدف من هاد الناس؟ الهدف من هذه الخطوه عند الناس هو انهم يدخلون المغرب وانهم يجردونا من ما يسمى فعلا بالسياده. هذه نسميها انا سياده، ماشي ديك ديال القميص ديال ناضس بركان. المساله ديال التجربه المثليه من عدمها واخا بلاتي. وعلاش نتوما حنا علاش ما نديروش واحد القضيه؟ حنا جرموا حتى نتوما الاكل ديال لحم الخنزير لان عندنا حنا ممنوع حتى هو، لا ولكن حنا ما عندنا ممنوعش وحتى حنا راه عندنا ما ممنوعش. اذا فين هي السياده؟ هذا دخول في السياده. وهنا حنا خصنا الاسود ديال المملكه المغربيه يخرجوا. وهذه المنظمه اللي كتسحب راسها انها فوق العالم، اللي هي منظمه حقيره وفاسده وبائسه، وهي مرتشيه اكبر مرتشيه، وكنتحمل الكلام ديالي، كنتحمل المسؤوليه ديال الكلام ديالي، خصني واقف عند حدها. من هذه المنظمه اللي عطاها الحق حتى تدخلنا في المغرب وتقول لك الغاء بغيتوا المثليه هزوا ديوها عندكم، جيبوا جمعوهم كاع كاملين كيديروا لكم في كاميوات وديهم ديروا المسيره كحله وديهم عندكم ديروا فيهم اللي بغيتوا. اما مساله تقول لي نجرمها حنا الالغاء التجريم ديالها، حنا عندنا اماره المؤمنين، عندنا احكام مستنبطه من كتاب الله. القانون ديالنا الشيء اللي كيقول، وبلا ما تكون كاع مستنبطه من كتاب الله في حاله مائده، حنا اللي تنقروا بلادنا، حنا اللي تنقروا التشريعات كتخرج من عندنا، ما يفتيش عليا واحد اخر. او سحب المونديال فكروني في، ولكن تحيه لقطر لان في هذه النقطه بعدا واخا على خلافنا في بعض النقاط، ولكن لما جا المنتخب الالماني جيب لهم طائره قال لهم اسيدي ديروا طائره ديروا في العالم ديال الالوان وجاي باش يتحدى. دابا انا اللي يقتلني في هاد الناس هو كانك كتصرى على شي حاجه اللي ماركه للاسلام، لما حيدناها غيسقط كل شيء. ولا الاكسجين بحال تيقول لك انا الاكسجين خصني الاكسجين. دابا انت ضروري باش تعرض عليه العضلات ديالك ديال واش من عضلات تجيب لي هذيك الالوان. جايبين طياره كانوا جايبينها باغي ننزلوا بها في قطر في الدوحه في مطار الدوحه، جايبينها الدوحه ردات قالت لي ما تنزلش الطياره، مشاو لسلطنه عمان بدلوها حطوا جاو طياره اخرى عاد حطوا ما تجيبش لي هادشي. جاو في المباراه الاولى داروها سدوا فمهم مصورين سدوا فمهم. يعني خرجوا الاعلاميين القطريين اللي كنحييهم يعني لهم منا كامل التقدير والاحترام. قال لهم غتجي عندنا لبلادنا وغتحترم بلادنا وغتلعب في بلادنا وغادي تحترم التقاليد والعادات ديال بلادنا، حيث غير ذلك فضع يدك حيث ما تشاء. وهذه كلمه جد معبره. وخرجوا قبل المباراه الاولى قال لهم لا دينا كاس العالم ما غنفوزوش، تقصاو من الدور الاول طاروا بحالاتهم. قال لهم لا درنا لا فزنا بكاس العالم ما غنحتفلوش به في قطر، انت صدقتوا ما تحتفلوش به اصلا. اذا هنا خصنا الثبات الاخوان. انا اتمنى ان بعض الجهات ديالنا، لان بعض المرات كنلقاو بعض الناس الله يهديهم كيبداو شويه كيضعفوا. اتمنى المساله اللي فيها سياده، المساله اللي فيها كرامه، المساله اللي فيها قانون وفيها مبادئ، نتمنى يكونوا ناس اشداء. راه المبادئ ديالك خصك تموت عليها وتدافع الى اخر رمق. هادو اللي تيقول لك انتقاد النظام الملكي والجيش والتشكيك في مغربيه الصحراء، اذا انت كتهضر على الانتقاد وكتهضر على التشكيك في مغربيه الصحراء، شكون الذي اكثر؟ انت كتهضر على مثلا ملي سير دابا انت لاوروبا وشكك في المحرقه، قول انت مثلا الهولوكوست راه ما كانش، قولها تمشي ب5 سنين ديال الحبس، والله تمشي بها بالله العظيم. معاداه الساميه قول انت كلام، انا لست من داعمي المعاداه الساميه، لان غير كنقول لك الحقوق والقانون اللي كاينه. انا ضد العداء كيف ما بغى يكون ما تعدي حتى شي واحد، هذا اللي بغيتي رايي انا. لكن اقول لك يصير تما وقول انت مثلا انا راه ما عنديش مع، قول انت ما عنديش مع المسلمين ما يوقع لك والو، قول ما هذيك المسلمين كنحملهمش كذا كذا، لا كانت حاجه كبيره يقدروا شي واحد يديو الكوميساريه يقيدوا له يقول سير تنعيطوا عليك. باش نقول لك اش كاين في اوروبا واش كاين في الولايات المتحده، قول انت انا ما عنديش مع اليهود، خرج كلمه اليهود مع فمك، كتولي في معادله الساميه تقدر تصرف 5 سنين ديال الحبس ويجيو عليك من اوروبا. وشحال من واحد جردوه من الجنسيه على افعال تشابه ذلك وما كان باغش، وهذه قصص اللي حقيقيه وقعت. اذا حنا خصنا نشوفوا العالم من المنظور ديالكم نتوما، من الزاويه التي تريدون ان ننظر بها للعالم. وهذا امر مرفوض جمله متفصلا ولا نقبله، لاننا الحمد لله بلد ها السياده ديال الحق ديال السياده. قال لك طالبت يعني هذه المنظمه عاوتاني الفيفا بالضغط لاجراء اصلاحات قانونيه في مجال حقوق العمال والتمييز والسكن وحريه التعبير. نمشي معك انا كاع بعيد، انا عندي واحد السؤال نفترضوا جدلا، حنا نفترضوا ما عندناش حريه التعبير، ما عندناش حقوق العمال وما عندناش التمييز وما عندناش السكن، هادشي كاع ما كاين، نفترضوا اش من علاقه عنده بالمونديال؟ اذا نتوما شنو اللي كديروا؟ وليتو كتبززوا، هذا ما يسمى ابتزاز، هذا سي لو شونطاج، وهذا لو شونطاج راه كيتعاقب عليه القانون، لانه
الابتزاز شنو هو اعطيني هذه ولا دير لي هذه ولا، هذا هو الابتزاز، هو ان ترغم شخصا او طرفا على فعل شيء لا يرغب في فعله تحت طائله حرمانه من شيء او شيء من القبيل. هادشي اللي كاين، انت دابا كتحرمني دير هذه والا، اذا هناك ابتزاز. فنقول هنا ان هذه المنظمه البئيسه كنقول لها يعني الا بغيتي الا كنتي فعلا من النوايا ديالك انك تحارب الفساد موجود في العالم، لماذا لم تتدخل يوما في ملف الصحراء؟ لماذا لم تتحدث يوما عما يحدث في تندوف على هذوك ماشي حقوق الانسان؟ امنيستي انترناشونال ما يحدث في تندوف ما عمرها ما هضرت على امنيستي انترناشونال، جامي لا في هضرت على علاش؟ اذا كيبان لي انه لا يصح الا الصحيح، وبانت الامور على اننا كنتحدثوا على منظمه اكبر منظمه مرتشيه في العالم واتحمل مسؤوليتي. وعاشت المملكه المغربيه الشريفه شامخه ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. الاخوان كنتمنى ان الحلقه نالت اعجابكم وانها كانت عند حسن ظنكم ومستوى تطلعاتكم، وكنتمنى انكم دوزتوا معنا اوقات ممتعه وطيبه. كيحييكم اخوكم طارق حجاب واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله.